نحيل إليكم نتائج تحليل عينة الماء التي بعثتموها لنا. وكما أشارت الملاحظات المرفقة للتحاليل فإن عينة الماء التي بعثتموها لا تستوي معايير الماء الصالح للشرب والاستهلاك. نظروا طبيعة الحال يعني عبارة عن أخبار نظروا لها إشاراتكم من أجل أي توضيح أو تأكيد. بطبيعة الحال هذه الخلاصة بالخبرة، لكن المعطيات يعني المفصلة التي يتضمنها هذا التقرير ربما ذوي الاختصاص هم من سيتمكنون من تمحيصها. لكن هناك عبارات وردت في هذا التقرير يعني مخيفة، كارتفاع مهول في نسبة البكتيريا، يعني نسب اللي هي يعني بعض المكونات الأساسية التي يجب أن تتوفر في مياه الشرب متفاوتة بنسبة يعني مهولة. هذا النتيجة التي خلصت إليها بكون أن هذه المياه هي غير صالحة للشرب ولا الاستهلاك تتعلق بالخبرتين معا، سواء العينة التي أخذت لما كانت المياه يعني قد تغير لونها ورائحتها، ولا كذلك بالنسبة للعينة الثانية التي أخذت والماء قد عاد إلى طبيعة الأصلية، أي أنه أخذ 18/4 كانت المياه على حالتها التي نستهلكها اليوم. إلى حين أن تنجز، حنا بالنسبة لنا هذه مجرد يعني هذه خبرة قد نستأنس بها، لكن إلى حين أن تنجز الخبرة التي انتدب لها مركز وطني للتعليم الملكي، آثرنا أن نناقش مقاييس الخبرة هذه وأن نضع الجميع في الصورة حتى نعرف ما يجب علينا أن نقوم به حيال هذا الطرف أو حيال هذه الوضعية هذه، خاصة أن هذه المادة حيوية يعني من شأن يعني عدم إعطائها نصيبها أو حقها من المواصفات المتطلبة دوليا أن تشكل ضررا جسيما على صحة المواطن، مقارنة مع إجراءات أو مع الإحصائيات التي تنشرها مرارا وزارة الصحة. يتبين أن ارتفاع حالات مهولة بإصابة بعض الأمراض خاصة بمنطقة الشام في نقاشات جانبية مع أخصائيين أثاروا عدة نقاط اللي ربما كانت سوف الاتجاه بأن ارتفاع مجموعة المكونات أو مجموعة المعطيات إذا نمشي بشكل أكثر من القدر المسموح به قد يؤدي إلى إصابة بعض هذه الأعراض. احنا بطبيعة الحال يعني هذا باختصار كل ما يعني توصلنا لحد الآن هي خبرة قام بها مختبر إسباني، هو مختبر يخضع لمعايير معينة، ويعني هو يحمل يعني مصادقة الاتحاد الأوروبي بطبيعة الحال، لأن الشباب في هذا الميدان بطبيعة الحال بين رقعة الاتحاد الأوروبي ربما يخضع لمعايير معينة وهي معايير مضبوطة ومشددة. ما يمكن أن نقوله لحد الآن هو أننا كمواطنين نستهلك هذا الماء يجب أن نخوض جميعا في نقاش حول ما الذي يجب فعله انطلاقا من العلم بهذه الواقعة أو بهذا التلوث الحاصل في الماء. ما الذي يجب فعله؟ هل هناك حلول معينة؟ هل يعني هناك رد من الجهات المسؤولة عن ما مدى صحة هذا التقرير إلى حين ورود التقرير الذي نعتبره سيكون محاسبا بحول الله وهو هذه المسألة مرتبطة بواحد الفهم بالسلطان. هذه مسألة الإشهار، هناك اختلاف بين جمعية المجتمع المدني وما بين السلطة في ضرورة إيصال هذا الإشعار داخل أجل 48 ساعة. بطبيعة الحال السلطة تقول أن هذا الإشعار يجب أن يكون قبل 48 ساعة، الجمعية تقول أنه داخل 48 ساعة، على اعتبار أن واحد المجموعة من الأنشطة تكون تنظم بصفة استعجالية وما يمكنش هذه المسألة تكون دائما قبل 48 ساعة. وحنايا لجأنا من الأساليب القانونية ووصلنا السلطة عن طريق